تعالوا اخدكم في احلى مكان اكتشفته في الفيوم واوريكم ايه اللي حصل لي وانا رايحه هناك. اتحشرت جامد. الفيوم ساعتين بالظبط من القاهره، وانا كنت رايحه اكتشف مكان لسه فاتح جديد اسمه Waterside Loft. Waterside Loft هيدن جيم ساعتين بس من القاهرة. لما تدخلوا أكتر حاجة هتلاحظوها هو التوب اللي موجود جوه الروم نفسها مع البانوراميك جلاس وولز، مدين a very luxurious touch لللوفت. كله تفاصيل بجد لذيذة قوي، زي بالظبط السقف ده ان هو اصلا فيوم معروفة بالستار جيزنج وكده، فالسقف ده حاطين حاجات كتيرة قوي زي that sheet دي، حاطين جيمز لو جيبوا مصحفكم ريج. وهنا برضو حاطين تيشوز وحاجات كتير، حاطين فاكهة تي. اوه سوبر كيوت يا جماعة. فرنش بريس. هنا بقى موجود حاجات كتيرة قوي، انتوا لو محتاجين مثلا تقعدوا a couple of days هتلاقوا كل حاجة انتوا محتاجينها، معالق، شوك، هاني، نسكافيه، في كوبس كتيرة مختلفة. they have the cutest cups. بصوا يا جماعة so cute. بصوا so nice. في مايكرويف، في فريج، والفريج كمان هم حاطين فيها شوية حاجات يعني حاطين فيها ريد بيل وبيض لذيذة نوت. هنا we have the bathroom لذيذ قوي برضو very minimalistic. واحلى حاجة super cute توب اللي موجود في وسط الروم. انا honestly عمري ما شفت توب موجود في وسط الروم، يعني دي اول مرة اشوفها. واكتر حاجة that shows how much they are thinking about الجست بتاعهم، حاطين bath bomb so cute. وكمان and the best part the fireplace هنعملها بالليل. وكمان برا طبعا you can hear the sounds of الفيوم والبيردز. They have this super nice relaxation area. وعندنا هنا this pool. لو بصوا هنا هتلاقوه هما عاملين different kinds of instructions. hot نزود مية، نقلل مية، نفلتر مية. فبصراحة المكان super nice، لازم تجربوه especially ان هو جديد ولسه فاتح، فالحقوا. واحنا رحنا في رمضان في ميعاد الفطار كان قرب، فقررنا ان احنا نروح ايبس كوكينج سكول، وهي من احلى الاماكن اللي ممكن تاكلوا فيها في الفيوم كلها. احلى حاجه في اللوفت ده ان هو كان في وسط تونس فيليج، فكان قريب من كل الريستورانتس والاماكن اللذيذه اللي ممكن تروحوها في الفيوم. واحنا عرفنا كل ده من الجايد بوك بتاعهم اللي فيه بجد كل التفاصيل اللي انتم محتاجين تعرفوها throughout your stay معاهم. بعدها رجعنا على اللوفت وكان خلاص بالليل، ويا جماعه الفايبز بالليل مختلفه خالص especially اول ما تولعوا الفاير بليس. وتاني يوم على طول مشينا، واحلى حاجه في المكان ده ان انتم ممكن تروحوا ويكند على طول. بس واحنا ماشيين واجهتنا بقى مشكله، انه في حد قرر يحفر في نص الطريق وسدلنا الطريق الوحيد اللي ممكن نخرج منه. ودي التip المهمه جدا اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا في الفيوم، انه بلاش تروحوا بعربيه سيدان لانها هتتبهدل جدا من الطرق اللي مش مظبوطه هناك. اتحشرنا لمده نص ساعه في الطريق ده، ما كناش عارفين نطلع غير لما حد الحمد لله جه يساعدنا وردم الحفره اللي كانت معموله في الطريق. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الفيوم وايه الحاجات اللي ممكن تعملوها هناك، اكتبولي كلمة فيوم في الكومنتس.